اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الفوركس مع بشير. طبعا في البدايه كل سنه وحضراتكم طيبين، يمكن فاضل 10 ايام على اجازه العيد الاضحى. طب السؤال بقى اللي كان محيرنا الفتره اللي فاتت والناس سالتني الاسبوع اللي فات، هو الذهب بيغلى في العيد؟ تاني، هو الذهب بيغلى في العيد؟ نيجي بقى للذهب بتاعنا، هل الذهب بيغلى في العيد؟ طب هل الذهب بيغلى في العيد الصغير والعيد الكبير؟ هنرد على السؤال دوت. فكرنا طبعا النهارده في البرنامج عندنا طبعا فقره الذهب. عندنا النهارده موضوع مهم جدا عن الاستثمار الرياضي في مصر. هل حان الآن الاستثمار في الرياضة في مصر؟ طيب عندنا طبعا يمكن جايب لكم النهارده يمكن كتاب الفوركس معانا بشير. هنبدا بقى نشوف الكتاب ده فيه 10 فصول، هنبدا نشوف الفصول دي فيها ايه. نبدا اول حاجه السؤال بتاعنا التقليدي، هو الذهب فعلا بيغلى في العيد؟ طب المفاجاه ايه دلوقتي؟ الذهب عند اقل سعر من 3 شهور. تاني، الذهب عند اقل سعر من 3 شهور. يمكن الذهب نزل يوم الخميس بالظبط عند 1924 دولار. لما اجي اتكلم عن الذهب هو بنتكلم عن السعر العالمي للذهب، السعر العالمي للذهب الأونصة أو الأوقية بتساوي 31 جرام و10 عيار 24. يبقى كل الأسعار دي بنقولها على الأونصة أو الأوقية، أوقية الذهب. نزلت لكام يوم الخميس؟ إلى كام بالظبط؟ إلى 1924. يمكن تقريبا الذهب انخفض خلال الثلاث شهور دول حوالي كام؟ كان أعلى سعر عندنا يمكن شفناه على الشاشة عند 2078 دولار. الرقم دوت جاله في شهر 5، تمام، نزل بقى إلى كام؟ 1924. يبقى الدهب كده نزل حوالي كام؟ حوالي 154 دولار. تخيل الأونصة نزل كام؟ 154 دولار خلال الفترة اللي فاتت. يبقى السؤال بقى بتاعنا، هو الدهب بيغلى في العيد؟ هو الدهب بيغلى في العيد الصغير ده كبير؟ الكلام ده مش مظبوط، لأن الدهب ده سعر عالمي وليس سعر مصري. الناس متخيلة هو الدهب بيغلى ليه في العيد؟ في بعض الأعياد بعض الناس تبدأ تشتري عشان تجيب مواسم والقصص دي، ولكن القصة مختلفة خالص. الذهب ده سعر عالمي وليس سعر مصري. يبقى دلوقتي الذهب بيغلى أهو في عز هو العيد أهو، فاضل 10 أيام إن شاء الله على العيد. الذهب فين؟ الذهب عند أقل سعر من كام؟ من 3 شهور. لو شفنا باللغة المصري يمكن النهارده مسجل عيار 24 كام؟ 2576 جنيه تقريبا. يمكن من شهر تخطى حاجز ال 3000، وصل 3000 وكسر. معناه إيه بقى؟ معناه ان الدهب ده سعر عالمي وحسب العرض والطلب عالميا. ده بالنسبه للرد على اول سؤال. نيجي بقى نشوف حكايه الدهب معانا ايه الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات كان معانا خبرين مهمين جدا. كان عندنا خبر تضخم في امريكا، عندنا خبر طبعا تضخم كان يوم الثلاث، وخبر الفيدرالي يمكن العالم كله كان مستني خبر الفيدرالي. شفنا ايه الفيدرالي؟ الخبرين دول طبعا قويين جدا، ولكن الذهب ماشي بمنطقه عرضيه. الخبرين دول مع الذهب، مع طبعا الذهب تحت ال1000 مستويات 1950، فالذهب نزل الاسبوع اللي فات الى 1924 دولار. نيجي بقى نبص الذهب دلوقتي كام؟ احنا شفنا الذهب دلوقتي زي ما شايفين على الشاشه عند كام؟ 1957 دولار. ده السعر العالمي للذهب. طيب توقعاتنا ايه الاسبوع الجاي؟ هل الذهب هيستمر في انخفاض؟ هل الذهب هيرتفع؟ الرقم ده مهم جدا. طول ما الذهب تحت 1980 دولار الذهب في منطقة انخفاض. لو جينا شفناه على الشاشة والشرح بتاعنا على الشاشة اهو، الذهب يمكن مسجله 1900 كام؟ 57. طول ما الذهب تحت الرقم 1980 الذهب في منطقة انخفاض. امتى هنشوف مزيد من الانخفاض للذهب؟ تحت المستويات 1950 دولار. لو الذهب نزل تحت 1950 الاسبوع ده ممكن نشوف مستويات 1940 1930. ولكن كلمة السر بتاعتنا الذهب لو نزل تحت 1930 ممكن يوصل مستويات أقل. احنا ممكن يوصل مستويات 1900. ليه؟ لأن الأسبوع اللي فات وصل ل 1924، فلو نزل تحت الرقم ده ممكن يوصل مستويات 1900 دولار. طب نيجي بقى ارتفاع الذهب القوي فين؟ ارتفاع الذهب لو اتحسن لازم نشهد مستويات 1980 دولار، ولو طلع فوق ال 2000 يبقى نشهد مزيد من ارتفاع الذهب. ولكن عالميا الذهب منخفض إلى 1924 دولار نزل الأسبوع ده. يبقى بالنسبة للذهب الذهب في منطقة انخفاض. ده بالنسبة لتحليل الذهب. يمكن الفقرة اللي وراها بالنسبة لنا بدأت تنتشر الفترة اللي فاتت